اوكي شباب، السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح نلعب زلمة يغرز قيم الزلومية. راح نقول ابدأ. اهلين اخي. انت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري احكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبه لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلوميه بالمجتمع، ومهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمه، وما حدا فيه يتقن دور الزلمه الا الزلمه. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيه ما اذا كنت بالفعل زلمه او لا. تفضل. هل انت زلمة؟ نعم. هل تظن انك نعم؟ لا. لا. نعم. سلم الورقة. واو، بصراحة أنا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الزلومية صار لك. اسمع، حاليا راح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شيء بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إني ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. اوكي نمشي. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة ظلومية بحت. فانتظر الزلمة. اوكي. ثم انتظر. ثم انتظر. ثم انتظر. ثم انتظر. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال أوه ماي جاد، وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه، وأكمل طريقه. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. المشهد هذا راح نغرس فيه قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال، ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. لا، مال. ليش ما قدر؟ مال ليش؟ وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. بتجهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الزلومية التي فيه دفعته ليتفادى القتال، حتى آل الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اسمعني منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرات الزلومية عن... لازم قرب يخلص الوقت. المشكلة إنه بدأت الجيم جام 3 أيام بس. تحس إنه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم دي جي عند بيت وبس. هذا اللي يجيب اسمه دي جي 4. للقاء. خلصنا اللعبة. اوكي، ختمنا اللعبة. شباب، اذا بتريدوا انه احنا بنكمل فيه لعبة كتاب الزلومية خبرونا في التعليقات. ويلا مع السلامة.